السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. جايه لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا، عايزه اقول لكم على حاجه. ده تاني فيديو ينزل ليا بعد فيديو امبارح اللي انتوا شفتوه. فرحانه جدا ان انا بقيت اشجع واقوم كده ان انا اعمل فيديوهات. اي نعم، ده تاني فيديو يعني، بس انا واثقه ان شاء الله اني ان شاء الله هنزل فيديوهات. ان شاء الله هنزل. هروح شمال هروح يمين هنزل، لازم انزل اصلا يعني. خلاص الفتره الجايه دي لازم محتوى قناتي يمشي شويه، اغير كده شويه في محتوى القناه، اذا كان فيديوهات، روتينات، ايه تاني، لايفات. بصوا، عندي ازمه، مش عارفه هل هي الكاميرا ابص لها كده ولا ابص لها كده، يعني ولا ابص لكم كده، مش عارفه ابص في انهي حته، بس تمام. واضح ان انا قمر في كل حالاتي. المهم عشان اظبط بس الكاميرا. أمم. المهم صحيت من النوم بصراحه. الشقه عندي مش احسن حاجه، مش قوي يعني. آه ف عايزه كده اظبط المطبخ. اول حاجه اظبطه كده المطبخ، امسكه كده، الم كده منه حاجات. المواعين مش كتير، هنعملها برضو مع بعض، بس قلت اعمل معاكم كده الاول واخرج كده اسلم عليكم. في كوبايه الشاي، عايزه اعمل كوبايه شاي. قلت هعملها صغيره كده. ما بحبش الشاي. انا مش ما بحبوش. مش من الناس اللي بتشرب شاي كتير، ولكن بيجي عليا وقت كده ببقى عايزه اللي هو ايه، عندي صداع عايزه ان انا ابقى احسن، يعني احس ان انا لا دماغي شغاله. فلما شربت حاجات، بحب السكر كتير. جربت اشرب نسكافيه، ما نفعش معايا خالص، وبالعكس تعبني جدا. بقيت احس ان انا مصدعه منه، ضربات قلبي سريعه. فبصراحه قلت لا، مش هينفع يعني ايه. الشاي لا، اسمه ايه اسمه ايه النسكافيه لا، مع انه والله يا جماعه لو وريتكم يعني. زوجي يعني ما شاء الله بيجيب النسكافيه. يعني موجود، بس انا مش بحبه. قولي لي ليه، اقول لكم مش عارفه، مش بحبه. وكله ما شاء الله مقطعه. ما بحبش اشربه. ممكن اشربه في الايس كوفي، احبه عادي في الايس كوفي، ولكن اشربه بقى بلبن وكده لو نفسي جاتلي يعني، او لو لقيت مثلا حد بيشربه ونفسي جاتلي ليه. كده. من قيمه كام يوم، اول امبارح متهيألي، اول امبارح نزلت جبت لبس العيد لكندا. ايه الصوت؟ بصوا، هو ما جبتش لبس عيد بمعنى جبت لبس عيد. جبت الحاجات اللي انا محتاجاها. كندا عندها جاكيت، كنت محتاجه بنطلون جينز للاسف. عايزه اقول لكم اني يكاد يكون القاهره كلها مش شايفه فيها بناطيل جينز الكندا. ازاي؟ انا مش عارفه. دورت والله كتير. دورت في المنطقه اللي انا فيها، رحت العتبه، رحت امبابه، رحت روكسي، ان انا الاقي بنطلون جينز يعجبني. ما لقيتش. تقولي لي ايه السبب؟ اقول لكم مش عارفه. انا مش عارفه بجد، البناطيل وحشه 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 وحشه. مع اني انا قلت انا هنزل اجيب الايام دي قبل ما يخش عليا رمضان، ومش هعرف انزل. انا اصلا مش هعرف انزل في رمضان، لاني جوزي يعني آه، شغله كله بيبقى في رمضان، فمش هيبقى موجود معايا ان انا انزل، وانا مش هنزل يعني، مش هنزل لوحدي اصلا. يعني ده انا اصلا نزلت اليومين دول، نزلت ولسه رمضان ما دخلش علينا. يا جماعه والله العظيم لو اقول لكم كميه الزحمه، زحمه موت موت موت، كأن الناس دي بتوزع الحاجه في الشارع كده ببلاش. يعني انا شايفه ان الحاجه لو اتوزعت في الشارع ببلاش مش هيبقى عليها الزحمه دي كلها. زحمه كتير، زحمه كتير. فالمهم جبت لها ترنج كده للوقفه، يعني منه خروج ومنه بيت عادي. بس يعني شايفاه ان هو عادي، لو مثلا لبسته من هنا على كوتشي ابيض ونزلت بيه عند ماما، يعني احنا استحاله اروح بيه في حته غير مثلا عند ماما. لو يوم الوقفه اللي هم مثلا ايه، كل عيال اخواتي وكل الاطفال بيلبسوا فيه ترنجات. فجبته لها، ان شاء الله هتلبسه يوم الوقفه، وجبت لها ترنج تقعد بيه في البيت. جبت لنفسي ازاي، جبت مفرش سفره. عايزه والله افرجكم على الحاجات دي، بس مش عارفه يعني. مش عارفه موضوع ان انا يعني عايزه اوريكم، بس مش عارفه هوريكم ولا لا بصراحه. مش عشان خاطر حاجه. انا بحس نفسي ان انا في الفيديو مش بعرف اعرض الحاجه كويس. فهحاول ان انا اصورها برضو، بس
طبعا كمان يا ريت كمان مثلا الحاجه اسعارها غاليه وبس، لا الحاجه اسعارها غاليه ومش حلوه. عارفين لو مثلا سعرها غالي وحلوه اقول لكم لكن لا، سعرها غالي وانا شايفاها مش حلوه، او يمكن مش ستايلنا. ف تعبت بصراحه عقبال ما انا لقيت لي فين الترنجات. برضو قعدت ادور ليا على ترنج في البيت، ما لقيتش وما عرفتش اجيب. فمش عارفه يا جماعه، يعني هو انا لوحدي اللي نزلت وما لقيتش، ولا انتوا كمان كلكم كده، ولا ايه؟ ولا انا مش بعرف اشتري ولا في حاجه غلط في الموضوع بس ايه، انا مش عارفه. بس تمام الحمد لله. قلت بس احكي لكم يعني، عشان برضو انتوا كمان تقولوا لي في الكومنتات اروح فين. طيب عايزه اجيب بناطيل جينز الكلام ده عايزه اجيب لها بنطلون جينز بجد والله. قولوا لي مكان اروح اجيب منه. اكتبوا لي يعني اسماء محلات كده في الكومنتات، وانا ان شاء الله هجيب. طالما وصلتوا معايا للنقطه دي، اوعوا تنسوا ان انتم تكونوا ما حطوش اللايك واشتركوا في القناه، عشان احنا قربنا نوصل على 10,000. بس خلاص هروح اشرب بقى كوبايه شاي. لا مش هشربها بصراحه، احطها جنبي وانا بروق كده المطبخ اشربها، عشان بصراحه عايزه انجز قوي النهارده. لان النهارده يمكن عقبال ما انا صحصحت كده خلاص العصر كان اذن يعني، فالوضع مش حلو بصراحه بالمره. فيلا بينا نشوف ورانا ايه، والشجاع كده قوم يلا خلاص اللي وراكي ويلا بينا. وهنا بقى كنت خلصت بقى، شربت كوبايه الشاي. بصراحه كنت ناويه اشربها وانا بغسل بقى المواعين كده وبظبط المطبخ، بس لا اخدتها ورحت قعدت بره كده، قعدت اتفرج على التلفزيون شويه ورجعت تاني اشوف بقى اللي ورايا. اصلا الفتره دي عارفين انتوا احساس ان انا كل ما اعمل حاجه اروح اقعد شويه وارجع تاني، اقعد شويه وارجع تاني كده انا واخداها كده. بس لا لا، انا عايزه اشجع اكتر من كده. فالمهم قلت لا بقى خلصي بقى. منظر المطبخ بصراحه يعني مش حلو، كان لازم ان انا اقوم بقى واخلصه. قلت بقى ايه اول حاجه اعملها كده، الم الحاجات كده اللي على الرخام. تمام. واظبط كده الرخام، وبعد كده اخش بقى على ايه، مجزرة المواعين. بصوا يا جماعه والله العظيم بفكر ان انا اجيب غسالة اطباق، ولكن للاسف مطبخي صغير مش هيستحمل غسالة الاطباق. اصلا شقتي صغيره يعني، شقتي مش كبيره. ممكن تبان في الفيديوهات ان هي كبيره، ولكن هي اصلا كلها مش عارفه كام متر، بس هي صغيره يعني. اوضتين وريسبشن صغيرين. واكتر حاجه بتعملني منها هي المطبخ. يعني اكتر حاجه بتضايقني هي المطبخ. نفسي بصراحه ان يكون المطبخ اوسع من كده، على اساس ان انا احط فيه بقى كل الاجهزه بتاعتي وكده. اصلا عندي مشكله في موضوع الاجهزه، يعني انا بسبب ان المطبخ صغير اضطريت ان انا احط الغساله في الحمام. غسالتي باظت بسبب الميه اللي في الحمام، وبسبب البخار. فكنت بقول يعني لو انا كان عندي مطبخ كبير، بس طبعا الحمد لله على كل حال، وانا طبعا راضيه يعني. يمكن مطبخي انا بحبه جدا جدا جدا، بس اللي بيعملني موضوع الغساله هو بس اللي مضايقني اليومين دول، بسبب اني لا كنت ممكن احطه الغساله في المطبخ، بس طبعا مش هينفع يعني. هو واخد الرخامات بالعافيه اصلا. المهم جيت بقى عند مكان الحوض كده، وابتديت ان انا ارجع كده كل حاجه مكانها، علشان خاطر بقى اغسل بقى كده بقى مواعين جديد. اصلا فقرة المواعين دي بالنسبة لي، معلش فصلت كنت بشوف كندا، وانا اصلا عندي ازمة في الفصلان. يعني ان انا ما صدقت ان انا مسكت كده الموبايل وهبتدي ان انا اسجل صوت على الفيديو. عايزة اقول لكم ان انا اكتر حاجة بتضايقني موضوع تسجيل الصوت. ما اعرفش ليه، بحس نفسي اللي هو تقيل عليا كده. يعني يا ريت ان الفيديو كان نزل كده من غير تسجيل صوت، يعني يا ريت ان هو ينفع يعني، بس للاسف طبعا ما ينفعش. ولكن هو بيبقى صعب عليا في الاول، في البدايه يعني. بس بعد كده بحس ان انا اندمجت كده معاكم في الكلام، وببقى عايزه احكي لكم بقى كل حاجه حصلت في يومي، وكل حاجه حصلت معايا. واحب كده ان انا كمان اخد رايكم، ببقى عايزه كده اخد رايكم في كل حاجه. بس كده يا جماعه. جيت هنا بقى كده، ابتديت بقى ان انا امسك كده الكوبايات الاول اغسلهم. وهو بصوا المواعين ما كانتش كتير، بس كان لازم تخلص يعني. ما ينفعش ان هي تقعد يعني، بلاش
بلاش كسل، اشجعوا بقى كده وخلصوا برضو كده الحاجه اللي وراكم. ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه، بس والله العظيم عارفين يعني انا عايزه زقه بس واظبط الدنيا. الفتره الجايه بقى عايزين نظبط تنظيفات رمضان. بصوا انا بصراحه نظفت حاجات كتير في الشقه، يعني نزلت الستاير وغسلتها، ظبطت الدواليب، الحاجات دي انا خلصتها يعني. بس طبعا عايزين نفرش بقى زينة رمضان في المطبخ، وعايزين نفرشها في الشقة. يعني حاسة ان رمضان السنة دي مختلف. انا من نوع الناس اللي بجد بتحب رمضان جدا، بتحب رمضان، بحب زينة رمضان. اجواء رمضان دي بتلمسني كده من جوه، مش عارفة ليه. بحس نفسي اللي هو يعني ببقى فرحانة، عارفين، بفرح جدا بأجواء رمضان، وبفرح أكتر بشقتي كده بقى وهي مظبطاها كده، ان انا آه يعني قاعدة كده مستنية رمضان والسحور رمضان كده لما بحضره. كل الحاجات دي يعني بتلمسني جدا، وبحس بيها ان انا يعني الله يعني فرحانة. طبعا قولوا لي كده تجهيزاتكم كده، عايزاكم تكتبوا لي كده في الكومنتات تجهيزاتكم في رمضان هتكون ايه. بتحبوا ايه كده الحاجات اللي انتوا بتحبوا تعملوها في رمضان. كده يعني خلينا برضو متخلينيش انا بس اللي اتكلم، بس انا برضو عايز اشوف كلامكم في الكومنتات هنا بقى طبعا. كزي ام مصريه اصيله ماسكه كنده شغاله وزعلها، شغاله اقول لها لا ما تعمليش كده وهي مصممه يعني. طبعا ابتديت بقى كده خلاص، قربت كده اخلص المواعين تمام. وعارفين في اللحظة دي كنت فرحانة ان خلاص بقى خلاص خلصنا. طبعا انتوا عارفين اليومين دول يومين ساقعة ومخليين الواحد غصب عنه مش قادر يعمل حاجة. بيعمل حاجة يعني بالعافية، ولكن دفى البيت كده وان انت تبقي مدفية بيتك ومخلصة حاجتك ده احساس حلو قوي. فبجد حاولوا ان انتم ما تأثروش. انا عارفة ان مفيش ام بتأثر، ويمكن لو قصرنا في حاجة بيبقى غصب عننا، ولكن بنبقى محتاجين ان احنا نخلص كل حاجة ورانا. بس اي ست بجد الله يكون في عونها، لان الست ما بيبقاش بس وراها غير يعني الراجل ممكن ان هو يجيب الفلوس بس، لكن الست مسؤولية بيت، مسؤولية دروس، مسؤولية مذاكرة، مسؤولية اهتمام، مسؤولية حاجات كتير، فبيبقى غصب عنها. فاعذروها لو هي يعني ان هي مثلا غصب عنها وقعت حاجة منها او سقطت حاجة منها. فبلاش احنا نكون نحكم على بعض، يعني بلاش انتي ست زيها تحكمي عليها اصل هي بصوا بتعمل ايه، اصل هي مش نظيفة، اصل هي مش عارفة ايه. لا ما تحكموش على بعض، يعني خليكي مكانها يعني. المهم خلصت كده المطبخ بره، وجيت بقى هنا على الصاله بره، وابتديت ان انا ايه اظبطها علشان خاطر ايه انا كنت خلصت اوضه الاطفال تمام. عايزه بقى اخلص كمان الصاله كده علشان ما يبقاش برضو فيها حاجه. في غسيل كان عايز يتطبق، بس قلت بقى ايه اجيب اي حاجه اتفرج عليها وانا بطبق الغسيل. بصوا انا من نوع الناس اللي بجد ما بتحبش التطبيق الغسيل، بتضايق منه جدا. تطبيق الغسيل بالنسبه لي ازمه ازمه عسيره يعني، ان انا اعمل اي حاجه الا ان انا اطبق الغسيل بيضايقني. بس قلت بقى خلاص بقى ما بديهاش، هعمل ايه، لازم يتطبق ولازم يتحط في الدواليب. عارفين والله ممكن اغسل الغسيل، احب قوي احط الغسيل في غسالة ويتغسل يعني، واحب انشره تمام. لكن ان انا اشيله بقى من على حبل واطبقه ده بيضايقني. بس قلت بقى لا لازم يعني خلاص. نفسي يخترعوا حاجة لتطبيق الغسيل، والله لو اخترعوها لحوش كل ما املك وبيع كل حاجة بس عشان حد يجي يطبق لي الغسيل يعني. بس قلت برضو ايه اللي هو وانا كده بطبقه اجيب اي حاجة ايه تشغلني كده او اسمعها، على اساس ان انا يعني ما احسش بتقله، ما احسش ان هو تقيل كده. او عايزه اقول لكم على حاجه كمان، حاولوا ان انتوا بجد يا جماعه تشتروا حاجه العيد من دلوقتي، لاني في داخل يعني متهيألي رمضان اخر رمضان كده والناس بتشتري لبس العيد، الوضع هيبقى مش احسن حاجه في الزحمه دي. يعني انا يمكن كلمتكم في اول الفيديو على كميه الزحمه في كل مكان بيبيع لبس او كل مكان بيبيع اي حاجه تخص العيد. يعني الناس السنه دي تحس ان هم يعني استذاكوا وقالوا لا احنا هننزل قبل رمضان، لان اصلا النزول في رمضان بيبقى صعب بسبب ان انت بتبقي صايمه وهتنزلي وتشتري حاجتك، دي بتبقى بصراحه صعبه قوي. ف
يعني حاولي ان انتي تجيبي حاجتك من دلوقتي عشان ما تصعبيش برضو الامور عليكي. اي نعم الدنيا دلوقتي اصلا زحمه موت، آه، بس حاولوا بقى تخططوا حاجات كده على اساس ان تبقى ايه اهدى عليكم. والله يا جماعه انا بعمل كده كل سنه، يعني انا اصلا بجيب حاجه كندا لا اما في اخر الشتاء لا اما في اخر الصيف للعيد بقى كله. ما بنزلش اجيب حاجه في المواسم دي. بس يعني خلاص اضطريت ان انا لا يعني لازم رمضان العيد اني في حاجات ناقصاها ولازم ان انا اجيبها لها يعني، فاضطريت غصب عني. لاني طبعا زمان كانت صغيره، لكن دلوقتي كندا كبرت، فكل فعلا لما بتكبر فبيحكم عليكي ان انتي لا لازم تجيبي لها في المواسم بتاعتها. مش هتعرفي بس ان انتي تجيبي لها في الاوقات بقى اللي هي ايه اخر رمضان اخر الشتاء واخر الصيف. لا انتي طبعا بيبقى داخل العيد عليكي، فخلاص هضطر ان انا اجيب، غير مثلا لما كانت صغيره، يعني بحيث ان هي ما كانت صغيره ما كانتش بتهلك قوي كده. لما كبرت حاسه لما كبرت هدومها بتتهلك اكتر، بتهلك الحاجه اكتر. فمعرفتش ان انا اشيل حاجه بقى للعيد. يمكن اللي انا شلته عرفت ان انا اشيله العيد جاكيت بس طبعا هنشتري بقى كوتشي جديد ونشتري بناطيل جديده. حتى الترنجات معرفتش ان انا اشيل ترنج للعيد. فتمام يعني الحمد لله. نزلت بقى وهبتدي ان انا اعمل المعركة. المهم كده ظبطت كده الركنة، وحطيت بقى كده كل حاجة مكانها، وحطيت المخدات مكانها، وهبتدي بقى ان انا ارجع كده الكفرات كده ظبطها. بفكر ان انا اشتري كفر للركنة، بس مش عارفة يعني، محتارة بصراحة اشتري كفر ولا اجدد الركنة. محتارة بصراحة في الموضوع ولكن هشوف الدنيا فيها ايه، وانتوا برضو قولوا لي رايكم اشتري كفر ولا اجدد الركنه. بس والله انا كنت هجدد الركنه، بس يعني زوجي قال لي اللي هي مش مستاهله ان انت تجدديها، هي الحاجه لسه جديده، هي الحاجه مش عارفه ايه. بس انا عارفين ان انا متجوزه بقالي 6 سنين، فلا انا محتاجه اغير يعني، ما فيهاش اي حاجه. او عايزه اقول على حاجه كمان بجماعه، الحفاظات اللي في الارض دي حد ممكن يقول لي لا شكل السجاده الطف، لا مش عارفه ايه. بصوا انا حطاها بس دلوقتي علشان خاطر انا بنتي صغيره، فانا بجد مش هستحمل ان انا كل شويه اشيل سجاد واغسل سجاد. وانا فعلا من نوع الناس اللي انا ما استحملش ان سجادي يكون في اي حاجه مش نظيفه، يعني نفسيا بتعب. اذا كان اصلا الحافظ اللي محطوط على الارض دي مجرد ما كنت تقع عليها اي حاجه، حتى لو انا مسحتها بفوطه ولا حاجه، لا بشيلها واخدها اغسلها. فان انا اسيب السجاد كده وهي تمشي توقع او حاجه تقع او الكلام ده كله، لا ما بصراحه ما اقدرش نفسيتي ما تستحملش. بس ان شاء الله على الفتره الجايه ان شاء الله كده ربنا يعني يقدرنا. هشتري حفاظات جديده انا عندي طقم حفاظات واحد بس، فلا عايزه اجيب طقم تاني ابدل فيه يعني حفاظات تانية، اشكال تانية كده ان شاء الله ابدل فيها، وما احطش مثلا الكورات اللي في الارض دي. بس زي ما انا قلت لكم هي بس ايه بتنجزني بس دلوقتي كده. جيت هنا عند الجزامه رجعت بقى كده كل حاجه زي ما شفتوها، والباب كان كده عليه تراب، قلت بقى ايه امسحه كده بالمره، مش عايزه بقى كده اي تراب. عارفين انتوا احساس ان انا كنت عايزه اظبط كل حاجه واخلي كده كل حاجه مكانها، مش عايزه ان انا احس ان في حاجه لسه بقى ايه ما اتعملش. طبعا خلصت المواعين وخلصت اوضه الاطفال، وهنا كده الصاله. زي ما انا قلت لكم في اول فيديو، ممكن يكون ناقصني بس اوضه النوم، فان شاء الله هدخل برضو اعملها دلوقتي بعد تسجيل الفيديو، هدخل اعملها عشان ينزل لكم فيديو بكره. ودعواكم كده ان انا اتشجع كده، وعايزه كده لايكات كتير. وبصوا يا جماعه اللايك بس يعني هو بيرفع الفيديو ان هو يخلي اليوتيوب يقترحه في كذا حته، فما تستخسريش كده اللايك في اختك. واسيبكم في رعايه الله وحفظه، واتمنى ان الفيديو كده يكون عجبكم. باي باي، السلام عليكم.